خليك معايا ثانية بس. تخيل معايا كده شخصية غبية مش واثق في نفسه خالص وبياخد قرارات غبية جدا بتأذي اللي حواليه. ده ضعف واحتياج أخلاقي. مفيش قصة. عنوان الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم على الديزاير. يعني تفعل بقى الجرس وتشترك في القناة وتظبطني كده وتشهيصني ويلا بينا نبدا الفيديو. اغلب الناس بتقف في الحته دي، يقول لك انا عملت ضعف اخلاقي وعملت ويكنس وعملت نيد حلوه قوي كده، احنا كده 100 100 القصه بتاعتنا هتبقى حلوه قوي. ده غلط. بعد ما انت تكون عملت الضعف والاحتياج الاخلاقي والكلام الجميل ده كله، لازم يبقى عند البطل بتاعك الديزاير. الديزاير هو الهدف اللي البطل عايز يحققه، مش حلم مش احساس، هدف واضح وصريح في القصة، حاجة البطل عايزها. احنا مش هنضرب بالوضع ونتوقع كمشاهدين، لازم يبقى في هدف واضح عند البطل عشان يبقى في قصة اصلا، وهو ده الديزاير اللي لازم هنعمله. فتابع معايا بقى الفيديو للاخر. ايه بقى الفرق ما بين النيد والديزاير؟ خليك فاكر القاعدة دي كويس. النيد هو ضعف جوه البطل، الديزاير بقى هو هدف بره البطل بيسعى له. يعني اللي بيشيلوا النيد بيحركوا الديزاير. اتمنى ان انا اكون واضح يعني. طيب هدي لك مثال من جون تروبي، يعني قالها بمثال عبقري جدا. تخيل ان انت اسد في غابه، تخيل وانت جعان، يعني انت جعان جدا ومش لاقي حاجه تاكلها، تمام؟ فوانت ماشي كده في وسط الغابه لقيت غزاله كده بتبرق في الناحيه الثانيه من الغابه دي، فانت جعان، فالغزاله دي بقى هي الديزاير بتاعك، هو الهدف بتاعك، فلو مسكتها جوعك هيتسد. فهمت ولا وضحت الصوره ولا لسه ما وضحتش؟ فالهدف بتاعك هو الغزاله دي، فالجوع هو نقص جوه الاسد، حاجه ناقصه اهو، نيد اهو، ولكن الغزاله بقت هي الهدف عشان النيد ده يتحقق. اتمنى كده وضحت الصوره قوي. بس كده عزيزي المشاهد، وتوته توته خلصت الحدوته وكده القصه خلصت. استنى هنا، تعالى انت لسه شفت حاجه؟ ده في كتاب 300 400 صفحه لسه هنذاكرهم، ما انت الفيديوهات الجايه هتعمل فيها ايه؟ هنوصل. فبص بقى يا صاحبي، القصه بتبدا مش لما نعرف النيد او الضعف اللي جوه البطل، القصه بتبدا لما نعرف هدف البطل ايه، ومن هنا القصه بتشعلل بقى وبتبقى حلوه. لما اعرف البطل عايز ايه وايه المصاعب اللي هو هيواجهها، فكده القصه بتحلو كده. نفترض البطل مثلا عايز فلوس عشان عايز يدفع كورساته، فهيضغط، هيسرق، ممكن يقتل، ممكن يعمل حاجات كتير جدا. طبعا انت بقى ومخيلتك بقى وانت وابداعك يعني. فالديزاير ده هو اللي البطل اللي هو عايز ايه بالظبط في القصه، ودي حاجه مهمه جدا. انا عارفك ان انت مستوعب بيها، تقول يعني هو ايه حاجه بديهيه، ولكن صدقني لما بتيجي تكتب كتاب كتير جدا وفي افلام كتير جدا بتلاقيها القصه ما فيهاش حاجه، او ان انت تحس ان انت بتتفرج على كادرات شكلها حلو، بس ان هو نسي بحاجات كتير جدا في الستوري ستراكشر، يعني زي اللي احنا بنشوفهم افلام كتير قوي بنشوفها للاسف يعني. ولكن البطل بتاعك مش هيعمل كده عشان هو شرير، هو عايز يحقق هدفه ده، فطبعا دماغه بتبرر له حاجات كتير جدا عشان الهدف ده. زي بالظبط مثال بتاع هو عايز فلوس عشان يدفع كورساته، فهيضغط، هيأذي، هيكذب، هيعمل حاجات كتير جدا. ومن هنا القصة فعلا بتحلو المشاهد نفسه بيتشوق عشان يشوفها. هديك مثال زي ما اتعودنا من فيلم اوريدي موجود وكلنا بنحبه، سيفينج برايفت رايان. فيلم هايل، لو انت ما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه عشان هو فعلا فيلم ممتع جدا. في اول القصة جون ميلر لازم يعمل واجبه، والمخرج بين لك ان هو شخص خواف. Yep. The target has always been Cherbourg. We can't push on Paris until we take a deep water port, and Rommel knows that. So he's going to try to get his armor across the Margaret River anywhere he can. That way he can hit our invasion forces in the flank when we make the big right turn to Cherbourg. That makes any village on that river with an intact bridge solid gold real estate. ورغم خوفه ده، يعني طبعا الخوف مش قصة، ولكن جون ميلر ده عايز ايه؟ هو عايز يرجع واحد اسمه برايفت راين حي رغم خوفه. فخوفه ده اللي هو قلنا الويكنس، وادي النيد، وعندنا الديزاير اللي هو هدف واضح عشان المشاهد يمشي وراء البطل. ان برغم خوفه وبرغم ان هو خايف جدا جدا من الرصاص وده طبعا بينه لك في الاول خالص يعني،
لكن هو لازم يكون عنده هدف واضح في القصه. ان في صدقني بعض من المخرجين بتقعد تتفرج على فيلم ساعتين، وصدقني والله ما بتعرف هو الفيلم هدفه ايه اصلا، او الهدف البطل ايه. معلش دي وقعت من عند المخرج دي، معلش. فالخوف لوحده مش فيلم. زي بالظبط في سيفينج برايفت راين، الهدف واضح وصريح، روح رجع برايفت راين حي. تعال نقرب شويه، وده بيعمل قصه. فخد بالك يا عزيزي المشاهد في الحته دي، الديزاير مش هدف حياته، يعني مش هو مش جاي يحقق احلامه كلها في الفيلم. يعني هل جون ميلر في سيفينج برايفت راين مش مثلا عايز يعيش بسلام، ولا ان هو والله عايز يعيش في هدوء؟ هو ده هدف حياته بشكل عام، يعني كواحد راح يحارب او كده. ولكن احنا عايزين هدف القصه نفسها، مش جاي يحقق احلامه، فاهمني؟ فلازم يكون في هدف واضح جدا. انت دلوقتي عندك ويكنس، مورال نيد وديزاير، ولكن في حاجه ناقصه، الا وهي البلان او الخطه اللي البطل لازم يمشي عليها عشان خاطر القصه بتاعتك تحلو. وده عنوان الفيديو بتاعنا الجديد الاسبوع الجاي. فيا ريت ما تنساش تعمل لي سبسكرايب لو عجبك السلسله، ويا ريت ما تنساش تتابع الفيديوهات اللي فاتت، عشان احنا بنعمل سلسله كامله عن كتاب The Anatomy of Story بتاع جون تروبي. اتمنى ان انت تستفيد، واشوفك الحلقه الجايه.